والآن مع المفاجأة الكبرى. هنا بقى طلعت على السطح الصبح بدري. كان الجو حر جدا. إيه نفضت السجاد كله، كنت الشريطين دول مسكتهم يعني غسلتهم غسيل حلو قوي. ده الشريطين بتوع الانتريه. هنا يا حبايب قلبي غسلتهم وطلعت نشرتهم على السطح، وديت كنت نسيتها برضه، كانت مدفوسة كده في وسطهم، فغسلتها بالمرة، اللي الدواسة الصغيرة دي غسلتها بالمرة ونشرتها. والسجادة الكبيرة برضك كانت تقيلة جدا رسخة. جوز الله يصلح حاله خدها ونشرها على السطح، ما كنتش طبعا اقدر اشيلها لان هي تقيلة من غير ما تكون عليها مية. ما بالكوا بقى لما شالت المية دي كلها، ايه اللي حصل؟ كانت تقيلة رسخة بصراحة يعني. وغير اي حاجة ما كنتش اقدر اشيلها بصراحة يعني. ف ورخر كانت متصفية، يعني أنا سبتها إيه، ليلة كاملة طول الليل بتتصفى، وتاني يوم نشرتها. هنا بقى تالت يوم معاكم طلعت على السطح زي ما انتوا شايفين، ونفضت السجاد كويس قوي قوي. وهنا طبقته، لفيته كده رول، يعني لفة حلوة كده، علشان طبعا هرفعه على النيش، لان ما اقدرش احطه تحت السراير ولا فوق الدولابة، دولاب الاطفال والدولاب الكبير عليه حاجات طبعا، اللي هو البطاطين والهدوم بتاع البنت وبتاعتنا وكده، اللي هي بتاعت الشتوي. ف واللحافة الحافة بردك على الدلابة، فما اقدرش ان انا احطهم على الدلابة وال وتحت السراير. موجود طبعا يعني الحاجات كلها اللي بتاعت المطبخ اللي انا ما بستخدمهاش، واللطقم الحلة اللي انا ما بستخدمهاش، كل ده عينة تحت السراير. فهنا يا حبايب قلبي كان لازم ان انا احطه على النيش من فوق. هنا السجادة دي صعبة جدا، يعني هي ناشفة اهي، الشمس ما شاء الله خلتها ناشفة حطبة، ومع ذلك كانت تقيلة. ما كنتش عارفة ابص للكاميرا من الشمس. بقول لكم انا نازله بيها تحت، فاعملوا لي بقى لايكات وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه، لان اللي مش مشترك في القناه بصراحه فايته كتير جدا. المهم يا بنات، نزلت كده بالحاجه، شلتها كده على كتفي ونزلت بالحاجه وعنتها على النيش. هتشوفوا معايا وانا بعينها بردك على النيش. اهم حاجه كومنتاتكم اللي دايما بتفرحني ودايما بتسعدني. يعني انا كنت بنظمهم عشان ايه ما اقعدش اطلع وانزل اطلع وانزل. هطلع كوميدينو مره واحده بس، لاني بخاف ان انا اطلع على حاجه عاليه او كوميدينو او ترابيزه او حاجه، بخاف ان هو يتهز بيا او كده او يتزحلق بيا من على البلاط. لو محطوط على سجاد او حاجه ماشي اطلع عليه ماشي وانا مش خايفه، انما طول ما هو على البلاط وانا بخاف جدا ان انا اطلع عليه بصراحه يعني. بقول لكم ان انا رفعتها الحمد لله، كانت تقيله وما كنتش قادره ارفعها، بس كويس ان انا رفعتها الحمد لله. وهنا الضلفة دي سابتني وجرت كده زي ما انتوا شايفين. بدأت بقى ارفع في السجاد اللي هو التقيل، اللي هو السجاد الطويل او المشايات الطويلة. بدأت ارفعها الاول علشان تسند معايا المشايات الصغيرة. هنا احلى مكان ان انا احط فيه السجاد، الأوضة الأطفال محدش بيدخلها. إيه مثلا لو جالي ضيوف، جالي حد، جالي ناس بيقعدوا في الانتريه، محدش بيخش الأوض النوم خالص، الا بقى ممكن يكون قرايب جوزي كده، انما حد غريب لا طبعا. لا يمكن ان انا يعني مثلا يدخل اوضه الاطفال او الاوضه الكبيره او كده. وانا يا حبايب قلبي بدات ان انا ارفع معاكم السجاد كله والمشايات كلها على النيش. لايكاتكم بقى دايما اللي دايما بتشجعني، وكومنتاتكم اللي دايما بتفرحني. وما تنسونيش بقى في دعوة حلوة منكم كده ولكم بالمثل، دعوة من القلب كده يا بنات، ان ربنا يعيني ويقويني، وان انا اقدر انزل لكم كل يوم فيديو واشارككم معايا حياتي ويومي.
والمشايات الصغيرة دي كلها بدأت ارفعها برضك كده على النيش، على بقية الشرايط. اهم حاجة يا بنات اللايكات والكومنتات كل زي العسل دايما بتفرحني. واستنوني بقى في الفيديو الجاي ان شاء الله. اكتبوا لي في التعليق انتوا عايزين فيديو جاي يكون عن ايه. بعد ما عملت لكم لايك وبقول لكم انا خلصت، نسيت ان لسه في شريط طويل ما رفعتهوش على النيش. اكتبوا لي بقى في الكومنتات يا بنات بتتابعوني من انهي بلد، وعايزين الفيديو الجاي عن ايه، عن طبخ، عن روتين، عن غسيل التلاجة، عن غسيل الفليزر. كل ده يا حبايب قلبي انا هشارككم فيه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.